لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي بيحصل ده بس يا ربي؟ في ايه يا يوسف يا ابني؟ الأسعار زادت تاني ولا ايه؟ لا يا بابا، تخيل إن في حرامي في المنطقة بتاعتنا وكل الجيران بتوعنا نزلوا إن الشقق بتاعتهم اتسرقت، وحتى الآن الحرامي سرق 5 شقق في العمارة بتاعتنا وما سابلهمش أي حاجة خالص. ايه؟ أنا عاوز أقول لك معلومة يا يوسف يا ابني. الناس دي لو كان عندهم شخصية في بيوتهم ومسمعين كده زي الحرامي ده، كان هيهاب ويخاف إن هو يدخل ويسرق شقتهم. يعني إحنا مش هنتسرق يا بابا؟ ضحكتني يا يوسف يا ابني. لو الحرامي ده عاوز يتمسك خليه يجي يسرق شقتنا ينور. يا يوسف يا ابني، انا والحمد لله وبلا فخر وبلا تعالي وبلا غرور وبلادي بلادي اقدر اسيب باب الشقه بتاعتنا مفتوح 24 ساعه ومحدش يجرؤ ان هو يدخل ويعدي باب الشقه. وايه المبرر يعني يا بابا اللي يخلي الحرامي ما يدخلش الشقه عندنا؟ حاطين عفريت مثلا على الباب؟ لا 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 لا، عفريت ايه والكلام الفاضي ده؟ انت ناسي ان انا شعبان العو، رئيس عصابات المافيا الايطاليه كلها. يا بابا انسى بقى، الكلام ده كان في النوتة السحريه. بابا انا مش لاقي العجله بتاعتي. اتفضل يا بابا، دينا اتسرقنا واحنا قاعدين. اوعى اوعى اسمع الكلمه دي عندي هنا في البيت. العجله بتاعتك جوه عندي في الاوضه يا اوفا، انا اللي دخلتها انا. طب انا اشوفها. حلوه الفكره دي، نعمل اول مصلحه. طب عشان تصدق بقى بابا ان احنا اتسرقنا بجد، انا كنت شايل 500 جنيه جوه في الدرج جنب السرير، صحيت الصبح دلوقتي ما لقيتهمش. ها راحوا فين؟ برضه مصر تصغرني. امسك يا حبيبي، ال 500 جنيه بتاعتك اهم، انا لقيتهم واقعين جوه في الارض افتكرتهم بتوعي. عيب عليك، انا بيتي ما يتسرقش ابدا. ها؟ هم يا بابا. ايه ده؟ لا ده انا شكيت ان الحرام ممكن يكون هو اللي سرقهم، بس دلوقتي بقى انا اتاكدت ان الحرام مش هيسرق بيتنا خالص طول ما حضرتك موجود فيه يا بابا. هو في حرامي بجد ولا ايه؟ الحاج يا استاذ شعبان، الحاج يا استاذ شعبان، انا اتسرقت انا اتسرقت. انا سمعت ان الجيران اللي حواليا اتسرقوا. ايه دي؟ هو انت ما اتسرقتش ولا ايه؟ وانا في حد يتجرأ ان هو يسرقني؟ دول سرقوا البلطج اللي على اول الشارع، مش هيسرقوك انت. ايه؟ وانا افتكرت هو اللي بيسرق العماره كلها. ده انا كنت ناوي اروح اديله الفلوس بتاعتي بدل ما يجي يسرقني. ايه انت هتقول ايه؟ انت بقول لك اتسرقت يا استاذ شعبان. لا لا ولا اي حاجه يا رجب. طيب قول لي انت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ انا هبلغ الحكومه يا استاذ شعبان. حكومه؟ انت بتقل مني يا رجب؟ هو انا مش موجود معاكم في العماره ولا ايه؟ ما تقلقش، حقك اللي ضاع منك انا هجيبهولك. ضاع منك كام يعني؟ قول لي. بجد يا استاذ شعبان؟ انا اتسرق مني دهب مراتي و40,000 جنيه. طب خد الحكومه اهي، كلمها انت بنفسك. ايه يا بابا كل العسر اللي عندك دي؟ انت داخل حرب ولا ايه؟ ولا تكونش خايف من الحرامي؟ مسكين، انا خاف؟ ده الحرامي هو اللي خاف مني يا بابا. ده دول بس سيبوا مني عشان لو الحرامي دخل يسرق الجيران ولا حاجه ابقى الحقهم انا. ماشي اذا كان كده ماشي. طيب ايه، هتدخل تنام ولا ايه؟ لا انا هنام شويه كده يعني، هفضل سهران شويه او انام الصبح بدري. انا قلت كده ممكن. تخاف من الحرامي يا بابا صح؟ انك تفكر فيا بالطريقه دي ده معناه انك لسه متعرفش مين هو شعبان، وعلشان اثبت لك عكس كده انا هدخل انام دلوقتي. تصبح على خير. A few moments later. انا الحرامي وجاي اسرق، واللي هلاقيه صح هموته. ها؟ يا نهار ازرق، ده شكله الحرامي. هنسيت في باب الشارع ولا ايه؟ كنتش داخل من المنور. صدقتني بقى يا بابا انك قاعد خايف من الحرامي؟ ما تقلقش، انا يوسف ابنك بعمل فيك مقلب. يوسف انت عيل ما تربيتش، وعلى فكره بقى انا كنت عارف ان هو انت مش هو يعني، صوتك واضح جدا يا حبيبي. وبعدين انا قلت لك برضو ان انا محدش يقدر يسرقني يا ابني. ماشي يا بابا انا داخل انام بقى. بخلي بالك لو في حد جه فتح الباب تاني يبقى مش انا. تصبح على خير. ايه الدوشه اللي بره دي؟ اكيد بابا بيعمل فيها نفس المقلب، مفيش كرياتيفيتي خالص.
في حاجه يا بابا؟ ادخل نام يا بابا، بلاش شغل العيال ده. بابا انا رزق شكله مش بابا، ما ردش عليا ليه؟ ايه ده؟ ده في حد شاح جوه؟ لا بابا. يا نهار ازرق، ده حرامي بجد. لما الحق صاحب بابا بسرعه يتصرف معاه. بابا اصحى بسرعه، في حرامي بره في الشقه. بجد؟ ماشي يا حبيبي، انا اتخضيت اهو، ده انا مرعوب جدا. يلا بقى روح شوف هتروح فين. لا فكك بقى من الكلمتين دول، مش بهزر دلوقتي، عشان في حرامي فعلا بره في الشقه ودخل المطبخ. ايه ده؟ انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ ههزر ليه يا بابا؟ اطلع الحق امسكه بسرعه. طب مش يمكن جعان وهياكل ويمشي على طول؟ هو جاي يسرق مائدة الرحمن يا بابا، اطلع الحق امسكه واضربه بسرعه. استنى، انا سامع صوت حد دخل علينا. اشتغلنا على الشارع بالليل. وقف عندك يا استاذ حرامي. انت اتكشفت خلاص. ابني لازم انقذه. انشا يستحيل. احسن لك تفكني قبل ما بابا يجي، عشان بابا لو جه وشاف المنظر اللي انا فيه ده مش هيسيبك، ومش هيسيب فيك حته سليمه. ما تسكت يا انت مش عارف محشوطك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده؟ خد هنا، خد تعالى. ايوه. بابا جه. يا ويلك. انت ابوه؟ نعم. انت ابوه؟ ثانيه كده. لا ما اعرفوش بصراحه، انا كنت معدي يعني هنا بالصدفه في الصالون فلقيت صوتكم معايا قلت اسلم يعني. انت تهزر معايا بقى صح؟ مش تربي ابنك؟ استنى. ايوه فعلا حضرتك عندك حق جدا، انا سمعت كل الكلام اللي هو قاله وفعلا محتاج تربيه، انا هظبطه لك. بس ممكن سؤال يعني يا استاذ حرامي؟ اخلص وش، انا عايز ايه؟ حضرتك اكلت ولا بتسرق على لحم بطنك؟ يا بابا ايه اللي انت بتقوله ده؟ ولد اخرس، اما انت عيل ادب صحيح. انت عاوز راجل يدخل بيتنا ويسرقنا من غير ما نضيفه؟ تصدق انك راجل بتفهم وبتقدر، وما لناش ليه بتقول عليك انك راجل واطي ووشخ وشايق الشمعة تقريبا. دول ناس منافسين مني، مش كمان شاحن الرويال باس بتاعي. ايه ده؟ انت اللي باش بتاعك معاه شاحن؟ طيب شي بقى ولا عادي؟ ما علينا. انسى كل اللي انا قلته ده. تحب تسرق هنا الاول ولا في الاوضه الثانيه؟ ايه ده؟ شو بلغت المطافين؟ ماشي يا بابا، يعني ينفع اللي بيحصل فيا ده دلوقتي؟ قاعد بتقول الحرامي ده ما يجرؤش ان هو يدخل البيت وانا رئيس العصابات، والخوف ده بيشوفني يجري من الناحيه الثانيه، وقاعد بتقول اشعر في نفسك؟ ده انت كنت قربت تقف على الاطلال يا بابا. انت كنت هتخلي الحرامي بايت معانا ومش بعيد نقعد نتفرج على فيلم السهره مع بعض. لا ده حركات يعني. ده انا بلغت الحكومه وكنت بس بشغله لحد ما هم يجوا، واديهم دلوقتي قاعدين بيجروا وراه في الشارع وزمانهم مسكوه خلاص. اذا كنت انا اللي مبلغ الحكومه يا بابا. ايه ده؟ انت كمان بلغت الحكومه؟ طيب خير. طب فكني طيب يا بابا. يا جدعان مش هينفع كده، انا عايز ادخل الحمام. بس فجيت اسال عليكم اول ما عرفت ان في حرامي في المنطقه عندكم. مالكش حق يا حاج، فعلا بقى حرامي يجي يسرقنا انا. ما انا عارف، بس قلت اجي اطمن برضه. هو فعلا على ما اتذكر كده في حرامي مبتدئ جه هنا وحاول يسرقنا امبارح، بس على مين؟ مسكناه وعلقناه وادينا له الطريحه التمام لحد ما الحكومه جت واخدته. حتى اسال يوسف يا حاج. ياه يا جدي على بطولة وشجاعة بابا، لا مثيل لها. ده مسك الحرامي وضربه، والحرامي طلع يجري منه ودخل جوه الدولاب
بابا جابه برضه تاني وضربه. اقل حاجه كان ممكن اعملها مع الحرامي المبتدئ ده. امال تعالى يا واد يا ابو سن. الحرامي جه تاني يا يوسف اجري. استنى ما تخافش، ده تبعي. انا ويوسف اخترعنا ان في حرامي بيسرق المنطقه عندكم، وانت شربت المقلب يا جبان.